يا مساءكم فل يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده النهارده. الفيديو النهارده هيكون عبارة عن فكرة من ضمن افكار كتير جدا بنلاقيها قدامنا لتفريغ طاقتنا، همومنا، مشاكلنا، افكارنا، او حتى ان انت تقضي وقت فراغك في حاجة تكون لذيذة ومفيدة وممكن تنمي مهارات عقلية وفكرية كتير. انا عارفة ان الكلام اللي بقوله في الاول ممكن تحسوه ان هو حاجة تقيلة، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ بس الموضوع ابسط مما تتخيلوا، كلكم تقريبا سمعتوا عنه او عارفينه. فكرة النهاردة هي فكرة تفريغ الطاقة في الاجازة اللي احنا داخلين عليها، اجازة نص السنة. والفيديو النهاردة هكلمكم عن الجورنالينج او التدوين. والتدوين الصراحة عالم كبير جدا وليه اكتر من طريقة، انا بحب استخدم فيه كل الطرق تقريبا مع بعض. بس النهاردة بجد انا حاسة ان هو فيديو هيكون مشوق وممتع. مش هطول عليكم في المقدمة. قبل ما ابدأ ما تنسونيش لايك، شير، كومنت، سبسكرايب يوتيوب شانل، دوسوا على جرس الاشعارات. احنا دلوقتي 247 الف سبسكرايبر، عايزين نوصل 300 الف بسرعة جدا جدا جدا. دعمكم، اللايك، الشير، الكومنت اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه، كل ده بيساعد ان الفيديو يظهر للناس اكتر ويبقى في عندنا سبسكرايبرز اكتر، عشان كمان نحقق اهداف مع بعض اكتر. النهارده في الفيديو المفروض ان انا هكلمكم عن الجورنالينج او نوع معين من الجورنالينج اللي بنستخدم فيه الستيكرز، وبيبقى فيه حاجات او صور تعبيريه وحسيه كتير قوي. انا بصراحه بحب النوع ده قوي من الجورنالينج، وعلى طول هوريكم انا هعمل الجورنالينج ازاي. بصراحه ما كنتش مرتبه خالص للفيديو ده، لولا بس ان انا لقيت الستار بتاع الفيديو النهارده هقول لكم عليه وهوريكم الحاجات اللي انا هستخدمها قدامي. زي ما انتم شايفين كل الحاجات اللي قدامي ديت، بس من اهم الحاجات اللي هنحتاجها هي النوتس اللي هنشتغل فيها. وطبعا ينفع اي نوع نوتس، مش شرط نوع نوتس معينه او براند معين او ايا كان، اي حاجه انت حاببها او بتستريح فيها. بس لو عايزين نصيحتي او انا استخدمت ايه، انا استخدمت النوت بتاعتي من كوليكشن 4 سيزونز من لبنى ستيشنري. ليه انا استخدمتها؟ بصراحه في اسباب كتير قوي وهتعرفوها دلوقتي معايا، بس من اهم الحاجات اللي انا شايفه ان هي مميزه مع الجورنالينج وهي فكره ان انت تستخدم نوت تكون منقطه. ليه تكون منقطه؟ المنقطه دي بتكون نقط ليها مسافات محدده، وتقدر ان انت تستخدمها في التسطير، في ان انت ترسم، في ان انت تعمل حاجه محدده على النقط دي. وفي نفس الوقت النقط ما بتبقاش باينه قوي، يعني مش بتضايقك، مش عامله لك مشكله، مش عامله لك زحمه في الصفحه. في ناس بتفضل ان النوتس او الورق يكون ساده خالص، وده حلو جدا برده، مفيش فيه اي مشكله. بس الصراحه انا بفضل موضوع النقط او النوتس اللي بتكون منقطه في الجورنالينج. هو كله حلو وزي الفل، بس انا حبيت طبعا اوريكم ان المثال دوت من النوتس عشان هي دي النوت بتاعتي. ولو عايزين تجيبوها هسيب لكم طبعا اللينك في صندوق الوصف عشان تقدروا توصلوا للصفحات بتاعتي بتباعها، او حتى الويب سايت اللي متوفر عليها النوت بتاعتي. لو انتوا عايزين ويب سايتس بتاعت مكاتب تانية ومتوفر عليها النوت بتاعتي بيبيعوها اونلاين. الصراحه ساعه لما بدات كنت متحيره شويه، مش عارفه ابدا في السبرينج ولا ابدا في الوينتر، لان انا بصراحه حابه قوي قوي شكل السبرينج، بس في نفس الوقت احنا في الوينتر، فقلت خلاص ليه لا نبدا بالوينتر. وقررت ان انا استخدمها. من الحاجات برضو اللي عايزاكم تاخدوا بالكم منها ان النوت دي عشان انا برشحها لكم، مش بس عشان هي النوت بتاعتي، عشان كمان الورق بتاعها 80 جرام. والورق ال 80 جرام مهم جدا عشان بيكون تقيل، بيستحمل معانا انواع في الفلوماستر، الحبر، الجاف، الجل، الهايلايترز، وحاجات كتير قوي 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 ينفع تستخدموها مع الورق. وهو على فكره كمان ورق كريمي 80 جرام، وده بيكون اعلى شويه من الورق الابيض. هو مش بيبقى يعني مش فرق كبير ولا فرق عظيم، بس الورق الكريمي حلو والورق الابيض حلو. لو لقيتوا اي حاجه من الاثنين او حابين تستخدموا اي حاجه من الاثنين، كله جميل وكله كويس. نخش بقى في المضمون على طول. في الفيديو النهارده هستعمل اقلام حبر زي 1، وعملت لكم فيديوهات عنها قبل كده ومقارنات كتير، فيديوز حتى شورتس. ممكن ابقى اسيب لكم الفيديوز ديت هنا موجوده هنا، تقدروا تضغطوا عليها وتشوفوها. وكمان هستخدم هايلايتر من ساكورا تايم. انتوا عارفين قد ايه انا بحب ساكورا تايم، وكنت اتكلمت عليه قبل كده في فيديو برضو بتاع الادوات بتاعت اعدادي كلها اللي كانت من كولكشن ساكورا تايم، او حاجات كلها بناتي. الهايلايتر ده
ده من احسن الهايلايترز اللي انا جربتها، ويعتبر كان توب 1 بالنسبه لي في سنه 2024. ما لقيتش حاجه احلى منه لحد دلوقتي، عشان هو الوان باستل خفيف لطيف هادي على العين، فبصراحه كله مميزات بالنسبه لي، فده كان التوب 1 في 2024. كمان من الحاجات اللي هستخدمها النهارده هو نوع الوان واقلام في نفس الوقت، وكنت كلمتكم عليها بس بصراحه من فتره كبيره. هسيب لكم برده لينك الفيديو اللي كنت عامله عنه ريفيو مفصل للالوان ديت. هي عباره عن الوان واقلام سن ريشه فاين لاينر في نفس الوقت. ده شكلها من جوه، وهوريكم شكلها دلوقتي. هي ليها ناحيتين، ناحيه فرشه وناحيه فاين لاينر. ناحيه الفاين لاينر على فكره يا جماعه تحفه جدا، وهو مش مكتوب عليها الدرجه بتاعتها بس تقريبا 0.4 اللي هو السن المعتاد، او 0.6 يعني هي متوسطه، مش رفيعه قوي مش تخينه قوي، بس لذيذه جدا. اللي عندي ديت 24 لون، كان في منها اكتر وكان في منها اقل، بس انا ساعه لما جيت اعمل الريفيو كنت لقيت ال 24 لون فاتكلمت عنها. من الالوان برضو الحلوه قوي قوي اللي انا استخدمتها، وفي نفس الوقت هي اقلام حلوه جدا جدا جدا. طيب هنا بقى هنبدا نفتح كل الادوات اللي موجوده معانا ونرصها ونظبطها كده قدامنا عشان هنستعملها، وكمان عشان اوريكم اخر حاجه هستخدمها في الجورنالينج، وزي ما قلت لكم اللي هي الستار بتاع النهارده. بس لسه استنوا معايا شويه وهقول لكم ايه هو الستار. حبيت كده اسخن الاجواء بالنسبه لي واحاول ان انا ادخل في المود، والمود كمان بتاع الشتاء. وعايزه اقول لكم ان في الاخر هيتغير المود ده خالص، بس عادي جدا. انا بس حبيت ابدا المود بتاع الكتابه كمان، وجو النوتة ان هي وينتر، فاستخدمت من الالوان والاقلام السن الريشه ديت من ماركه M&G، وبدات اكتب بيها وينتر واظبط الدنيا وابدا استخدمها. وفي كمان كذا درجه ازرق استخدمتهم فيها. كمان جربت الاقلام الحبر من Z1 وبرده من درجات الازرق زي ما قلت لكم عشان ادخل كده في المود بتاع الشتاء. والحلو بقى ان انتوا لما هتقلبوا الورقه مفيش حاجه مطبعه في ظهر الورقه ولا في الورقه اللي بعدها، ودي من اهم الحاجات ومن اهم النقط اللي انا بشدد عليها دايما في كل الفيديوهات اللي انا بعملها. كل فيديو تقريبا بعمله عن النوتس بتاعتي دايما اوريكم بعينيكم الاقلام الحبر، الالوان الفلوماستر، ايا كان. احيانا بيكون في انواع بتبقى تقيله شويه يا دوب بس هتلاقوها طبعت في الجزء بتاعها في في ظهر الصفحه، بس لا يمكن تطبع في الصفحه اللي بعدها. عشان كده بقول لكم اختاروا النوت تكون كويسه، الكواليتي بتاعت الورق تكون حلوه عشان تساعدكم ان انتوا تستعملوا اي حاجه انتوا حابينها في الجورنالينج. زي ما انتوا شايفين انا قلبت الورقه وهخش في الورقه اللي بعدها، مش هكتب في ظهر الورقه. انا كلبنى بصراحه انا بحب ان انا استخدم في الجورنالينج هي ورقه واحده بس، يعني اللي هي مثلا في الجزء اللي قدامكم الشمال ده هو اللي انا هستخدمه على طول وهفضل اكتب فيه وهرسم فيه لكن انا مش هستخدم الناحيه التانيه. انا بحب كده. ناس كتير جدا بتعمل فيديوز كتير او حتى غير الفيديوز بيحبوا يستخدموا في الجورنالينج ان هم يعملوا في الناحيتين او قدام بعض او قصاد بعض. كل ده حلو، كل ده جميل. انا بوريكم برضو تجربتي الشخصيه او الحاجات اللي انا بحبها، وفي نفس الوقت لو انتوا حابين تعدلوا عليها عادي جدا، ده مجال مفتوح اي حد يقدر يعمل فيه اي حاجه. المهم بقى نخش للمكون الرئيسي النهارده. المكون الرئيسي النهارده في الفيديو، واللي خلاني اعمل الفيديو ده اصلا، واللي خلاني افتح النوت واخش في المود بتاع الجورنالينج، هو الستيكرز اللي انا لقيتها. الستيكرز القمر دي هم نوعين. النوع الاولاني نوع شفاف خالص ومكتوب على الظهر بتاعه كل التعليمات بتاعته، كل الانستراكشنز بتاعته هنا، يعني ان احنا ننظف المكان اللي احنا هنلزق عليه الحاجه، وان انت بالراحه خالص تشيل الستيكر كده وتحطه بيور فينجر تيبس عشان هو رقيق وكيوت وبسيط ولطيف. الصراحه يعني كيوت قوي في الانستراكشنز بتاعتهم. المهم ينفع نستخدمه على الايبود، كارد، فون، نوت بوك، كاميرا، فوتو فريم، بريزنت وستيشنري. ليه استخدامات كتير جدا، مش شرط بس في الجورنالينج، بس احنا في الجورنالينج والناس اللي في عالم الجورنالينج بيحبوا قوي فكره ان هم يستخدموا الستيكر ده. هو لذيذ عشان شفاف، والشفاف ده بيبقى حلاوته في ان انت ممكن تعمل باك جراوندز لذيذه وتحطه عليها، او تحتفظ بالشيب والشكل واللون بتاع النوته بتاعتك انت بتحبها، مثلا زي حالاتي انا بحبها جدا، فمحتفظه بقى باللون بتاعها واقدر احط اللي انا عايزاه واكتب اللي انا عايزاه. بصراحه
بصراحه حاجه رهيبه وخطيره جدا ان انا لقيت لكم الستيكرز ده. طبعا لما فتحتها شكلها كان تحفه جدا، وهنا بدات اشوف هعمل فيها ايه بالظبط وهعمل بيها ايه. الصراحه انا كنت مبسوطه جدا وما زلت لحد دلوقتي وانا بصور معاكم الفيديو بصراحه منبهره. بس انا الصراحه ما كنتش مرتبه افكاري، بس الحماس كان مليون. كل ما خطر في بالي ساعتها انا عملته، كتبته، حطيت بقى، بدات اشيل من الستيكرز. موضوع ممتع بشكل رهيب والله يا جماعه. انا من الناس اللي مقتنعه جدا ان الجورنالينج مش لازم يكون منظم، ولا لازم يكون بالورقه والقلم، ولا لازم تحسب انت هتحط ايه مش هتحط ايه. هنا لازم نعمل حاجات معينه او ترتيبات معينه، او لو انت ما بتفهمش في التنسيقات فانت ما ينفعش تعمله. انا غير مؤمنه بده على الاطلاق. اي حد يقدر يفرغ الطاقه والافكار والمشاعر حتى اللي جواه في الكتابه او حتى الجورنالينج، لان ده نوع من انواعه. ان انت مش لازم تكتب انت بس من مجرد ستيكرز، ممكن تعبر عن الحاجه اللي انت عايز تعملها او افكار حتى جوه دماغك. فالمهم انا بطلع طاقه، بفرغ افكار، ودي وسيله لطيفه جدا ان احنا نعملها بدون اي تخطيط مسبق لشكل او طريقه. ممكن يكون في ثيم مثلا معين، لون معين هنمشي عليه، او الوان محدده مثلا باليت الوان هنستخدمها. كل ده لذيذ، كل ده جميل، ممكن ان احنا نتبعه او ان احنا نواظب عليه. ممكن نشوف افكار زي مثلا ما بنشوف افكار على بنترست وغيرها، ممكن نشوف افكار ونبدا نقلدها، مفيش اي مشكله. كل ده حلو جدا. ممكن حتى غير الستيكرز وغير الحاجات دي ممكن تعملوا رسمة، ممكن تكتبوا كلمة او حتى شخبطة. المهم عبر عن نفسك بطريقتك انت. انا هنا بوريك مثال يعرفك حتى على الادوات اللي تساعدك انك تعمل جورنالينج. هنا انا كنت عاوزة استعمل كل الستيكرز اللي موجود بسبب الحماس اللي انا كنت فيه والفرحة بصراحة والانبساط ان انا لقيت الستيكرز ده اخيرا قدامي، لان بصراحة كنت بدور عليه كتير وما كنتش لاقياه. حاولت انوع ما بين الكتابه والستيكرز والتلوين بالهايلايتر، وده كان شكلها في الاخر. الصراحه انا فخوره جدا ومبسوطه جدا بالنتيجه اللي انا طلعتها، وما كنتش اتخيل ان هي هتعجبني قوي كده. يعني بعد ما كتبت الوينتر انا ما كنتش متخيله ان هي هتبقى بالحلاوه دي. زي ما انتم شايفين اهو، بصوا انا بحب استخدم جهه واحده، فده شكلها في الاخر بجد يا جماعه رهيبه. هي طبعا بتلمع اهي مع الاضاءه. انا مبسوطه بيها، انا يعني فرحانه، حاسه ان انا طلعت شويه طاقه وفي ورد كتير. والفتره الاخيره حبيت فكره ان يكون في ورد كتير موجود في البيت وفي حياتي وكده، فحاسه ان هي لمست قلبي قوي الشيت ديت من الستيكرز. طيب نيجي لتاني نوع موجود معانا، وهو ده شكله، وهتلاقوا مكتوب عليه 8D ستيكرز، 8D ستيكرز. شكله بارز ومعمول من طبقتين، تمام، والطبقتين ملزوقين كده بدبل فيس سميك اللي هو بنسميه دبل فيس فوم. فهو بارز وشكله غريب وجديد بصراحه بالنسبه لي، ان انا برضو اشوف ستيكرز زي ديت، او مش جديده، انا اللي كنت بدور على الحاجات دي بس ما كنتش لاقياها. برضو نفس الكلام في ظهر الكيسه مكتوب برضو الانستركشنز بتاعتها، وان انت تنظف المكان وتظبط الدنيا قبل ما تحط الحاجه. هي المفروض دي بتيجي 12 شكل، بس انا تقريبا لقيت منهم 5 فاستخدمتهم، وهوريه لكم وهسيب لكم برده في صندوق الوصف لو انتوا حابين ان انتوا تجيبوا من الصفحه اللي انا جبت منها. بس الصراحه انا ما اضمنلكوش بعد الفيديو ده ان هي تفضل موجوده، لان الحاجات دي مش موجوده بالسعر ده كتير. الحاجات دي بتكون غاليه قوي قوي قوي، وكتير دورت عليها بسعر يكون معقول ما لقيتش. فرجاء اذا انتوا حبيتوا الفكره وحبيتوا الستيكرز وعايزين تعملوا زي او غيري، تعملوا افكار تانية حتى باستخدام نفس الستيكرز، فالحقوا ان انتوا تجيبوها، لان الحاجات دي بتبقى غاليه قوي قوي قوي، وانا لقيتها بسعر تحفه جدا جدا جدا. المهم ده شكلها زي ما قلت لكم لذيذه خالص. قررت بقى ان انا شويه رتبت بقى افكاري لما شفت شكل الستيكرز، وعرفت انا هختار اشكال ايه ستيكرز ليها علاقه بقى بالسفر. وقلت هعمل حاجه بقى من الحاجات اللي انا بخطط لها السنه دي وبحاول اظبط لها. فشويه بدات الافكار تتجمع في دماغي، انا هعمل الصفحه اللي بعدها بانهي شكل وبانهي ثيم بالظبط. هتفهموا قصدي لو انتوا كنتوا شفتوا فيديو الفيجن بورد اللي انا عملته، هتعرفوا دماغي بالظبط رايحه فين. المهم المره دي
هخلي الموضوع شويه مختلف. قدام كل ستيكر هكتب حاجه محفزه او فيها امل او طاقه ايجابيه عشان تبقى حافز ليا وللحاجات اللي انا عايزه اوصلها. وكمان استعملت من الستيكرز الشفاف اللي لسه مستخدماه قبل كده. يعني مثلا اول حاجه كنت حطها الباسبورت، وهنا شكل تذاكر الطيران، وهكذا. كل حاجه بقى مبهجه وتخليكم تفكروا، وفي نفس الوقت تطلعوا اللي جوه دماغكم من اي افكار او اي حاجه انتوا عايزين تعملوها، تطلعوها على الورق. على فكره الموضوع ده مفيد جدا جدا جدا، وليه تاثير كبير جدا على قدرتكم على التفكير، خصوصا الناس اللي عندها اوفر ثينكينج او الناس اللي بتفكر كتير زي حالاتي. الموضوع ده فعلا مريح بشكل مش طبيعي، ان انت تمسك ورقه وقلم وتبدا تكتب اللي في دماغك. مش هقولك حتى ستيكرز، ده موضوع بيخفف من ضغط والتوتر اللي جوه دماغك والقلق وزحمه الافكار، ان انت بتبدا تفضيها جوه حاجه حتى لو مش هترجع لها تاني ومش هتقراها تاني. الموضوع فعلا بيفرق في نفسيه الواحد. انا جربت والله صدقوني الموضوع ده، لان انا اوفر ثينكر جدا، فجربت فكره ان انا اكتب وجربت ان انا ما اكتبش. فعلا الكتابه بتريح كتير وبتخليكم منظمين اكتر على فكره. المهم نرجع بقى للي احنا بنعمله وشوفوا معايا انا وصلت لايه. المهم انا فعلا بشدد على الموضوع ده، ان فعلا هو بيقلل التوتر والقلق، سواء زي ما بقول لكم بالكتابه، بالصور، بالستيكرز، بالالوان، بالشخبطه. اي حاجه تخطر على بالكم تقدروا ان انتوا تعملوها وتكتبوها وتسهل عليكم الموضوع ده. على فكره في ناس كمان بتحب تعمل كوتس، يعني زي كوتس كده وصور وتقصقصها. مش لازم يكون ستيكرز على فكره، يعني انت حتى لو عندك صور وعايز ان انت تطبعها وتبدا تجيبها وتقصقصها وتلزقها بالصمغ، برضو كل ده افكار جميله جدا وبتنفع في الجورنالينج، وناس كتير قوي بتعملها. انا بس عشان بحب فكره الستيكرز والدنيا تبقى سهله عليا شويه، فحبيت ان انا اشارك معاكم نوعين من الستيكرز الحلوين جدا اللي انا شخصيا كنت بدور عليهم. وده الشكل النهائي بعد ما خلصت. انا فخوره جدا بنفسي بصراحه بعد لما عملت الشكل التاني زي ما انتم شايفين. بعد ما عملته بصراحه انا كنت فخوره جدا بيه، وحسيت ان كان في ترتيب افكار اكتر من اللي فات عشان الحماس كان اخدني جدا. فقعدت اجرب بقى اي حاجه ومليت الصفحه كلها، بس اللي بعدها فعلا بتعبر عني وعن الحاجه اللي بفكر فيها في الفتره دي. واتمنى من الله ان هي تسهل لي اموري وتخليني حتى اخطط بشكل افضل للسفر عشان الشغل او ايا كان. فبصراحه انا كنت مبسوطه جدا بعد ما خلصتها. وكمان انا فخوره جدا ان انا عملت لكم نوت حلوه قوي تقدر تساعدكم ان انتوا تعملوا اي حاجه انتوا نفسكم فيها، سواء كانت كتابه، مذاكره، جورنالينج، تفريغ افكار، تحضروا حاجات عايزين تعملوا، تو دو ليست، نازلين تشتروا حاجات من السوق. ايا كان استخدامكم للنوت اكيد هتتبسطوا بيها، وكل اللي اشتراها وجربها عارف الموضوع ده، عارف فكرة ان انت لما يكون في عندك نوتة مش بتشف في ظهر الورقة اللي بعدها، واقدر ان انا استخدم الورقة اللي بعدها بمنتهى السهولة، او لو حتى مش عايز تستخدمها زي حالاتي مفيش اي مشكلة. بس انا فخورة بصراحة بنفسي بان انا عملت النوت دي، وكمان فخورة بيكم لو انتوا بتستخدموها. وما تنسوش ان انتوا تكملوا استخدامكم للنوت بحاجتين كمان برضو هما متوفرين من نفس الكوليكشن، اللي هما التو دو ليست والويكلي بلانر. انا شخصيا بصراحه ما اقدرش استغنى عن التو دو ليست والويكلي بلانر. مش عارفه اوريكم بالظبط عشان كاتبه حاجات كتير قوي فيهم، بس ما اقدرش استغنى عنهم خالص. الفتره دي بينظموا افكاري بطريقه مش طبيعيه، خصوصا الويكلي بلانر السنه دي انا يعني حطها في اعتباراتي قوي ومركزه معاها قوي. التاسكس اللي بحطها لنفسي بنجزها، وزي ما بدأت معاكم في اول السنه وقلت لكم ان احنا هنعمل بودكاست مهم، لقيت نفسي ان انا عارفه الاقي وقت للبودكاست، الاقي وقت للكونتنت، الاقي وقت لنفسي، الاقي وقت لشغلي. بصراحه تنظيم الوقت من الحاجات اللي بتفرق قوي 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 معانا. فالادوات اللي بتساعد انك تنظم وقتك هي دي. الصراحه انا عايزه اعمل لكم اوفر حلو، ومش عارفه لو انتوا وصلتوا بقى لحد اخر الفيديو يبقى انتوا مهتمين انكم تعرفوا. فعايزه اخد رايكم وتقولوا لي في الكومنتس. عايزه اعمل اوفر حلو جدا جدا جدا. الستيكرز دي عايزه اجيبها لكم، والستيكرز التانية برضو، والنوتس، ولو في لسه من التو دو ليست والويكلي بلانر. بس انا اعتقد ان الستوك فيهم
مش هيكون احسن حاجه، فانا ممكن اخلي الاوفر للنوت والتو دو ليست ومعاهم الستيكرز ديت. حتى هحاول ان انا اظبط الدنيا مع الويب سايت اللي انا اشتريته منه، ولو عملت كده فعلا هعمل لكم فيديو تاني. بس لو لقيت ان انتوا حابين الفكره، انا يعتبر كده خلصت، واتمنى تكونوا استفدتوا وخليتوا حياتكم تبقى منظمه اكتر واكتر، وفي الاجازه تعملوا حاجه مفيده فعلا وتخليكوا تطلعوا الطاقه اللي جواكوا والافكار اللي جواكوا، لان اكيد انا مش لوحدي في العالم، اكيد في ناس كتير قوي 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 زيي عندها افكار كتير وحاجات كتير نفسها تعملها او حتى تنظم وقتها بس مش عارفه تبدا ازاي. قبل ما اخلص الفيديو ما تنسونيش لايك شير كومنت سبسكرايب يوتيوب شانل، ودوسوا على جرس الاشعارات. اكتبوا لي في الكومنتس حابين نعمل ايه تاني، ونحضر نفسنا ازاي تاني للترم التاني. انا عارفه لان يا دوب الترم الاجازه بتاعت نص السنه دي بتبقى صغيره قوي، فيا دوب يا دوب يا دوب هنخلص بقى الكلام ده في نص السنه وهنخش على الترم التاني. فقولوا لي حابين نتكلم على ايه في بدايه الترم التاني. هستنى الكومنتس بتاعتكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوز تانية كتير، ريفيوز، فلوجز، بودكاستس وحاجات تانية كتير كتير كتير. باي باي.